السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. قلب الحدث حبيت أوثق وأعمل مقطع، يعني إن شاء الله إن هو ايه أعرف أرتبه كويس، لأن أنا في نص الموضوع. أنا دلوقتي فين؟ مش عارف. أتوقع كده أفضل. أنا دلوقتي في شمسة كورة، مستشفى شمسة كورة، بعمل تدريب الصيف. طبعا حصلت حاجات كتيرة ومشاكل كتيرة، بس يعني هشاركها معاكم. عسى لعل وعسى في واحد مثلا حد منكم هيعمل تدريب هنا فياخد نبذة عن اللي ممكن يحصل. طيب مبدئيا الموضوع سهل، ولكن يعني للأسف صعب معايا شوية لأنه تأخر السيجورتا. ايه هي السيجورتا؟ الانشورنس. ايه هي الانشورنس؟ اللي هو التأمين. طيب التأمين ده أخد وقت ليه؟ أخد وقت عشان نزل قرار جديد في تركيا، الا وهو الاي معافيات. ايه الاي معافيات ده؟ الاي معافيات ده هو حاجه شبه عقد العمل كده، بس للتدريب، ان انت بتثبت فيه الحكومه ان انا هتدرب في المستشفى دي او هعمل في المستشفى دي لمده الشهر ده لكذا لكذا، وتثبتها من الجامعه. على اثرها الجامعه تاخد الحاجات دي وتعمل لك الايه الانشورنس. فالموضوع ده انا بالنسبه لي اتاخر اسبوع، قعدت اقدم عليه اكتر من مره واتاخر. كان ايه الاسباب؟ هنتكلم على الاسباب بالتفصيل، ولكن ام هند. فاحنا دلوقتي بعد اسبوع لما طلعت طلبوا مننا حاجات كتيره قوي. طلبوا مننا شهاده اللي هو امتحان الصحه اللي في تركيا، اللي انت بتعمله من كيام اتوقع. امتحان صحة بتروح بتقدم عليه وبتمتحنه وخلاص. هو ب 600 ليرة اصلا. بتطلع الشهادة بتاعته، بتطلع لك في الاي دولت، بتطبعها. ادي واحد. اتنين، صورة الاقامة، صورة اورانج بلجسي اللي هي قيد الطالب او قيد الدراسة، حاجة شبه كده. طبعا السيجورتا، وطبعا الملفات اللي بتدوها لك الجامعة، انت بتسجل فيها اسمك وايه هي المستشفى وتبقى متوقعة من الجامعة، وبيان من الجامعة بالطلاب اللي هتعمل في المستشفى دي. انت طبعا هتيجي هنا هتخش المستشفى، بعد ما بتنزل على المكتب بتاع اللي هو الايتب تعمل ايه يا معلم؟ بعد ما تنزل على مكتب الايتب بتدي الاوراق دي بقى كلها المفروض، او زي ما انتم شايفين هو مطلعيننا دلوقتي فوق. فبيخليك تحضر المحاضرة، بيفهمك بقى ايه الاكواد الموجودة في المستشفى، ازاي تغسل ايدك، النظافة الشخصية للمتدرب، الشعر، الاظافر، الحاجات دي كلها، وقوانين معينة لو عايزين نضيف قوانين او حاجة. تمام. وبعدين بيخلونا بقى ايه، نيجي للاوراق ونوقع والحاجات دي كلها. بعدها بيحولوك على حسب ما فهمت ان هم بيدوك الورق، وانت بتروح لاي انت عايز تشتغل فيه. بس وقف لي يا ابني الفيديو ده شويه كده، تعالى كده يمين، عايزك في حوار كده على جنب. السلام عليكم. طبعا انتوا في المقطع هتسمعوا سلام عليكم دي كتيره، لان في كل شويه اقول لكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. وانا هنا عشان اشرح لكم ايه اللي بيحصل، لان في حاجات ما صورتهاش، في حاجات محتاجه تتفسر، يعني صورت منها جزئيه معينه. انا في اليونيفرس التاني، يعني انا في العالم التاني بالظبط كده. فلو في اي حاجه سقطت مني ولا حاجه في البتاع هتلاقيني هنا في ظهرك، متقلقش انا على طول في ظهرك. اوكي؟ يعني مثلا بلوك A، بلوك B، بلوك كذا، كل بلوك ليه يعني بلوك A ده بلوك الأطفال. فمثلا عايز اروح اشتغل في اطفال فكذا، فاروح البلوك A في كذا 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 عشان اخد منه التوقيع. تمام. وبعدين بتتحول بقى للمركز الاساسي بقى بتاع اللي هو الايه فيزيوثيرابي، اللي هو اتش بلوك. ده برضه هنكتشفه سوا لاني ما اعرفش. طيب هو تعديلا بس، انت مش بتختار التخصص وانه لا اطفال وكده، لا انا كنت فاهم غلط تماما. هي الفكره ان انت بيوجهوك للقسم العلاج الطبيعي اللي هو في الاتش بلوك دي، فعلا في الاتش بلوك، وبعدين هناك بيودوك عند قسمين، الا وهو قسم الاورثوبيديك والقسم الثاني اللي هو النيورو. بس جوه بقى الاورثوبيديك وجوه النيورو في بقى اللي هو ممكن تلاقي مرضى اطفال وهكذا، ولكن اكيد طبعا في قسم خاص مثلا بالاطفال اللي هو البيدياتريك، ولكن برضو ده كله مش من عندهم، لا ده من عند قسم العلاج الطبيعي في الاتش بلوك. طبعا هو بينادي، بس انا ما اعرفش هو بينادي على مين عشان ابقى صريح يعني. انا تايه جدا. التركي ده مشكله والله العظيم، الواحد مش عارف تركي. ام هند، سنكمل لكم بعد ما نوصل للاوراق ان شاء الله. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليهم، شغالين يعني. الموضوع متعب. متعب يعني. طلبوا مني شهادة صحة جديدة لأن أنا عامل واحدة بتاعت السنة اللي فاتت، هم طالبين واحدة جديدة. فحاولت أقول لها إنه معلش مش عارف ايه وهجيبها والله، بس محتاج ابدا النهارده وكده لاني متاخر بقالي اسبوع عن موعد التدريب الاصلي بتاعي. فالحمد لله، بس مستنيين بقى الايه البريك، لانه ده اللانش بتاعهم. فخلينا احنا ناخد لانش برضه ونكمل كلام. طيب تعالوا نتحدث بقى شويه. المنظر الجميل ده ورايا، نحن في بشاك شهير يا جماعه، ما اجمل بشاك شهير. ما اعرفش ده ايه، دي حديقه دي ولا الله اعلم، ولكن خلونا نخش في الموضوع على طول.
تخش في الموضوع تقول لا استنى نركب العدسه. يا سلام، اتوقع كده يعني هي مش فارقه قوي، بس يعني فارقه في ان انا امسك الكاميرا كده. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اخباركم ايه؟ طيب الوضع كالاتي، بعد محاولات مني الحمد لله اني اكمل النهارده الحمد لله ظبطت، فبالتالي الوضع كالاتي. احنا دلوقتي مستنيين الساعه 1:30 تيجي، يكون البريك بتاع الغداء خلص، ودايركت هنروح لجي بلوك. احنا اصلا اهو يعني انا حاولت ان انا اطلع واقف قدامه، اصلا قلت اشم شويه هوا وايه، وظبط لانه الظهر هيأذن برضو، فقلت في نفس الوقت يعني اتمنى انتوا سامعيني اصلا مع الهوا ده، بس مش مشكله. قلت انه في نفس الوقت نصلي الظهر ونروح للراجل ده دايركت نشوف الدنيا معاه ايه. هو ده طلبوا مني حاجتين، اني انا اروح لجي بلوك اللي هو سي، يعني سي بلوك اوقع من شخص معين، وبعدين اروح اتش بلوك اللي انا معرفش مكانه لسه، بشوف بدور. المهم ان انا هروح اتش بلوك ده، وده اللي هيبقى فيه العلاج الطبيعي. فين هختار؟ اتوقع هختار في العلاج الطبيعي عند شخص اسمه مصطفى. مين مصطفى؟ اروح اتعرف عليه ان شاء الله، يكون راجل كويس ومحترم ويظبطني باذن الله. يعني انا مغرم بالجو، المكان. شايفين المكان يا جماعه والله؟ هل انا الوحيد اللي شايفه حلو قوي كده، ولا عشان لابس النضاره فيها افكت؟ لا والله جميل، يا سلام. وادي المستشفى، مستشفى كبيره يا جماعه على فكره ما شاء الله. اي بلوك، بي بلوك، وده سي. ده 3 بلوكات، والناحيه الثانيه في برضو 3 بلوكس، نفس الفكره. طبعا دلوقتي الساعه 1:30، وكل اللي كانوا في المكان هناك معايا كلهم هنا، وبالدور بنخش. فاتوقع ان احنا هنخلص على الساعه 2:30 بالكتير، وكان الله في العون. شكلها ما فيهاش النهارده، الله يستر. يا معين. كما توقعت الموضوع اخذ تقريبا قرابه الساعه 1:30 لغايه الساعه 2:30، وخرجنا من المستشفى اهو زي ما انتم شايفين. ده مبنى العلاج الطبيعي، وده مبنى اساسي او المباني بقى البلوكات الاساسيه. طب سؤال والله، اشمعنى البلوك ده الوحيد اللي ما فيهوش شمس؟ وليه لونه اصفر كده قاحد ماحط؟ طب ليه؟ طيب كان الاتنين الباقيين حلوين والدنيا كانت حلوه، يعني في شمس في النص بس. مدرج ابن لذينه، مدرج حلو ده. اوه ده تحت وفوق، ده الادوار كلها. في كام دور مش عارف بس حلو. مش عارف اقول ايه والله، بس خدنا البطاقه. بن بطاقه اخدت اداري استاجير اورانجي 3770. انا بحب رقم 7، بحب رقم 3 وصف. ايه ده؟ استنى، تصدق الارقام دي في منها رقم ال والله انت لو رتبتها بطريقه معينه هتلاقيها رقم الحمد لله الست كانت متعاونه معايا قوي والله العظيم، يعني والله جزاه الله خير، بجد جزاه الله خير. مع ان انا عندي ورقه ناقصه هم موقفينها الصراحه. يعني انا عملت امتحان الصحه السنه اللي فاتت، ماشي. هي الفكره في الفكره ان انت محتاج امتحان الصحه 2026. استنى تعالى معايا اطلع فوق شويه. الفكره ان انت محتاج امتحان الصحه 2026، وانا عامله 2025، وفي مستشفيات قبلوه. يعني انا اصحابي تقبلوا في مستشفيات تانية قبل كده ب 2025 مساء الفل، يعني انا عملته مره بس. لا هم عايزينه 2026. فكان يوم مرهق، كان يوم متعب الصراحه، لانه روح وتعالى وروح وتعالى وروح وتعالى كتير، والسيجورتا وباسيجورتا وبتاع بس. وادونا ورقه الايه، ورقه الايام بس. خلاص بقى ورقه الايام دي يا معلم، انت ايه كل يوم بقى لمده 23 يوم توقع حضور او استجاب بريم جيش، امتى الدخول بتاعك وانصراف تشيكش، والكنترول ده اللي هو الامضاء، كنترول الامضاء بتاع الكنترول، وكله زي الفل، كله تحت السيطره. اهم حاجه دي نخش فيها اي مكان ضايق. هو شفت الطفايه دي تتصور وتتبروز وشك شهير شام في ساكورا شهير هستانس. فشكرا. خلوكوا بقى مع الفيديو التحليلي لازاي الاوراق دي كلها تكون سليمه وتخلص امورك بدري قبل التدريب. خلونا انا فرحان هنا، وروح شوفوا الفيديو. ايوه تعالى لي. بص يا سيدي، بكل اختصار، انت اصلا لما هتروح المكتب هتلاقي فيه ورقه فيها كل حاجه. الورقه دي طالبين منك فيها ايه؟ طالبين منك صوره الكملك بتاعتك او صوره الاقامه، خلينا نقول امتحان الصحه زي ما انا ذكرت 2026، او ان هو يكون يعني بنفس السنه اللي انت هتعمل فيها التدريب. الورقه بتاعت الاي معافيات ذات نفسها، ويعني بعد ما خلصت ستاج ورقه الاي معافيات دي ما بقتش موجوده خالص. يعني دلوقتي تقدر تعمل تدريب بدون ورقه الاي معافيات اللي انا اتاخرت بسببها اسبوع
بس الحمد لله يعني دلوقتي بتشالت في المستشفيات كلها، بس يعني ممكن تكون موجودة فتحتاجها. وعشان تعمل التأمين أو اللي هو الانشورنس، أنت محتاج ورقة الإيه معافيات عشان تبعتها للجامعة عشان تعمل لك التأمين. فأنت محتاج التأمين برضو يكون 2026 أو بالسنة اللي أنت هتعمل فيها التدريب يكون بتجدد. وبس هيدوك ورقة، أنت هتمشي بقى بالترتيب زي ما هم هيدوك في المحاضرة، هتمشي بالترتيب وتروح توقع الأوراق وتظبط الدنيا دي كلها عشان في النهاية يشوفوا ورقك كله ويدوك على إثره الإيه، البطاقة والورقة اللي أنت بتوقع فيها الأيام اللي بتعمل فيها التدريب. كمل. السلام عليكم، صباح الخير. مكان منظم ومخيف في نفس الوقت. كل حاجة نفس اللي كانت موجودة في السعودي الألماني، يعني الجهاز ده كان موجود في السعودي الألماني تقريبا، يعني ما يعرفش ان انا اتدربت في السعودي الألماني. بس احنا مش عايزين نلمس حاجة، ان احنا مش متعقمين لسه. شايفين اكتر حاجة حلوة ان هم حاطين دي في كل زاوية، مستنيين الدكتور يجي. يعني شايفين كمية الأقسام، يعني أول قسم فوق مثلا النيورو، تاني قسم تحت اللي هو سيكشوال، بعدين الأبر اكستريميتي هاند ريهابيليتيشن، كارديو بولمونري، بيدياتريك، الكتروثيرابي، بيدياتريك تاني. كل ده لو ايه، ده دور واحد بس. طيب انا اليوم الاول اصلا انا كنت منبهر، يعني حتى مع اني ما كنتش لسه دخلت، بس كنت مستني الدكتور ايه عشان اخد منه التوقيع. قلت خلينا اشوف زي ما انتم شايفين الانبهار اللي كان عمال اقول لكم ده دور واحد وكده. وما شاء الله في حاجات كتيره، يعني كمان هتلاقي في اقسام كتيره زي قسم الالكتروثيرابي وقسم كبير خاص للرجال وقسم كبير خاص للنساء. لا وكمان كان عندهم غرفه كبيره خاصه بالروبوتك او الروبوتات، وده للناس اللي ما تعرفش، ده للمرضى اللي بيبقى عندهم هيميبليجيا او اللي هو شلل نصفي، الله يبعده عننا وعنكم، يعني شلل نصفي او شلل رباعي او ايا كان. ده نوع من انواع العلاج، وان تبقى مستشفى فيها الاجهزه دي ناهيك ان هي يعني غاليه جدا طبعا، بس ان يكون فيها ده جزء من العلاج، ان هي مستشفى حكوميه وبتدي المرضى العلاج ده، فده شيء يعني طبعا نسقف له يعني. طبعا ده قسم الهيدروثيرابي، بس مش عارف ليه مش شغالينه الصراحة، مش عارف، ممكن في تصليحات او حاجة. بس ما شاء الله القسم شايفين كبير، برضو متقسم نساء ورجال. انا اهو. هاي. اكل النهارده مش عارف، بريك شوربه، وده ايه ده مش عارف، محشي وزبادي، وده حلا ما اعرفش حلا ايه، بس هنشوف. كنا في الطابق الثالث، كلنا اول اكله، وجبه خفيفه بسيطه لطيفه ظريفه قد كده، الحمد لله تشبع الصراحه، يعني لما تاكلها بتشبع. ننزل مشي بقى عشان نختم. شايفين ده المنظر من الدور التاني، يعني منظر سلام. يعني المستشفى مش عالية قوي يعني، بس ايه، عاملين حتة بره كده عشان اكيد التدخين والناس، يعني ما شاء الله هنا مدخنين بشراهة، فدي المواقف يعني. انا الجبل ده بيذكرني مش عارف ليه بجبل الرمان. طبعا يعني ده المبنى اهو، الطرف التاني على الشمال اللي هو المبنى الاساسي اللي احنا كنا بنلف فيه، اللي هو A B و A و B و C والحاجات دي كلها، لكن ده مبنى العلاج الطبيعي بس. شايفين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ كويسين؟ النهارده انا خلصت. انا دلوقتي في بتاع اليوم الاول، ويعني سكيل ضب، يعني والله العظيم كميه ولا حاجه، كميه ولا حاجه في اليوم، يعني مفيش مريض، مفيش مرضى، ما بعرفش اتكلم تركي، كل حاجه بورينج جدا، كل حاجه ممله. طبعا اليوم مفيش، يعني انا ما بعرفش اتكلم تركي، فمش حد اتكلم معاه تركي، او يعني انا بعرف اتكلم تركي اللي هو شويه، وفي نفس الوقت الناس اللي بيتكلموا يعني هو بيحسبوا ان انا بتكلم تركي لبلب، بس انا ما بتكلمش تركي لبلب، انا بفهم تركي، لكن اتكلم تركي تلاقيني قلبت بطايه بلدي عادي جدا. فالنهارده ما فيش ولا حاله، يعني خلاص، يعني اغلبيه الحالات اصلا متاخده، لانه يعني احنا كام؟ احنا في الغرفه تقريبا قرابه ال8 اشخاص،
تخيلين 8 اشخاص، 8 دكاتره بيعملوا ستاج 8 طلاب بيعملوا ستاج، فالموضوع خلاص كل واحد مسك مريض او مريضين وخلاص، فانا اوريدي ده جاي مفيش حد، فالموضوع لغايه دلوقتي ممل جدا 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 يعني. بس هنشوف يعني. في مبشرات خير. اول مبشر انه احنا دلوقتي المفروض استراحه غدا، ففي غدا. طبعا الغدا ده بيتغير كل يوم على حسب الطبخ اللي هم بيطبخوه، بس فانا اتوقع ان اليوم الاول هينتهي كده خلاص، شكرا مفيش اي جديد ما خالص. يلا ان شاء الله الجاي هيبقى افضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده اليوم احنا بدأنا الاسبوع الثالث، وحصلت تحديثات كتيرة ما قدرتش اصورها الاسبوع الثاني الصراحة، ولكن من التحديثات اللي حصلت انه في مريض جه وهو بيتكلم عربي، فده شيء كويس. كان اصلا عايش في السعوديه، فنفس الفكره برضو ايه، طلع ان هو افغاني ولكن كان عايش في السعوديه، فبيعرف يتكلم عربي، بيعرف يتكلم انجليزي، وكان شويه بيعرف يتكلم تركي، يعني ممكن احسن مني بكتير بمراحل يعني. وبعدين اكتشفت ان في واحد كان بيجي اصلا وكان هو اوريدي بيتكلم عربي وبيتكلم تركي، بس انا ما كنتش اعرف الا لما بحثت ولقيت في اسمه ان هو اسمه عربي، اسمه بهاء الدين. اهلا وسهلا، السلام عليكم، ازيك يا بهاء؟ ماشي. في حد جه وفتح الدولاب ده وما قفلوش، فقفله انا عادي جدا، ليه لا؟ ولكن النهارده يوم جميل الصراحه، في هوا جديد بره والشمس فيها سحب. استنى اوريكم، شايفين الجو حلو ازاي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، والله جميل 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 جميل. صح، ما تخلونا اوريكم العياده، اوريكم الغرفه اللي انا قاعد فيها. دي الغرفة اللي أنا قاعد فيها، ده الكمبيوتر اللي بنعمل عليه الحاجات، بنسجل عليه الأسامي وكل حاجة. دي بتاع الإيد جل، سرير واحد، سرير اتنين، في مغسلة هناك، مراية. دي كلها بتاعت الإيد، اكسرسايز بتاع الإيد. نفس الفكرة، معانا وزن هنا، والمنظر الجميل للمكان. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه ايه ما شاء الله حلوه يعني. ورايا صح في كور، شايفين الكور دي برضو بنستغلها. فده المكان باختصار، دي غرفه من الغرف، لكن المستشفى كبيره، واتوقع ان شفتوا المستشفى يعني. فلا في حماس شويه بقى، في حماس نوعا ما، ولكن الحماس مش كبير قوي، لانه القسم اللي انا بقى يعني باخد فيه الاستاج هو قسم الاورثوبيديك. انا كنت صراحه عايز اخش نيورو اللي هو الاعصاب، ولكن ما حصلش نصيب انا عشان اللغه معايا مش كويسه قوي، فحطوني في قسم الاورثوبيديك. ولكن ان شاء الله عادي، مش مشكله. السنه الجايه اصلا كده كده هتبقى مستشفيات، وهتبقى عندي يعني كل شهرين او كل السنه يعني مستشفيات، كل شهرين في مستشفى. فان شاء الله هروح نيورو، لانه صراحه بحب النيورو قوي، بحب الاعصاب، بحب ان انا اشتغل فيها. بس فكره اللغه، بس الفكره ان في النيورو ان انت بتضطر ان انت تتكلم مع المريض كتير، تاخد تدي معاه كتير، يعني لازم يبقى فيه فيربال انكم او انبوت، يعني لازم يكون مع المريض انت بتتكلم معاه، اعمل ما تعملش، روح ما تروحش، سوي ما تسويش. فلازم يبقى انت عندك اللغه كويسه، الا بقى لو كان المريض يعني لو ربنا رزقنا بمريض بيتكلم عربي او بيتكلم انجليزي، يا سلام، ده يوم المنى يعني. احنا دلوقتي في استراحه الغداء، وانا المفروض اطلع اتغدى، بس قلت اصور لكم قبل ما اطلع اتغدى. تعالوا معايا نطلع نتغدى واصور لكم الغداء بيبقى عباره عن ايه. طبعا كل يوم بيختلف، فيا حظ يعني، مره تصيب ومره تخيب، فهي بتبقى على حسب يعني. فممكن تصيب النهارده وممكن تخيب عادي جدا. بس انا ما بحبش اطلع دلوقتي اصلا، لانه تبقى زحمه الساعه دلوقتي 12، زحمه 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 يعني. كل الطلاب بيطلعوا دلوقتي، كل الاستاج وكل الدكاتره بيطلعوا دلوقتي، وبالذات الدكاتره، يعني الدكاتره بتخلص بدري يعني، انتوا عارفين، عشان يرجعوا. وبعدين والطلاب ما شاء الله الاستاج كتير يعني. فبس احنا هنستنى بقى لغايه لما لما العدد يخف شويه، وبعدين هنطلع بقى اللي هو الساعة تقريبا 12 ونص، وعشان برضه اعرف اصور، لان انا مش عارف اصور لو في عدد كبير، عشان يعني بالظبط كده. فهصور ان شاء الله. تعالوا اوريكم احنا بنعمل ايه في البتاع دي اللي انا وريتها لكم. دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت تقوية الايد. ايا كان بقى الشخص اللي جاي لك مثلا عنده جرح وعملوا له عملية، فبنقوي له العضلات، فبتبقى انه دخل صباعنا كده، تمام. طبعا نحاول ان احنا نبعدها بشكل معين، سواء بقى كانت الحركة كده أو نخليه يعمل كده، هو كده أو كده، أو إن هو نخليه يقفل على إيده كده، أو لو مثلا ساعات بتبقى الكسر هنا، بنعمل لما نخليه يحرك ده، نخليه ماسك دي كده على الترابيزة ويعمل كده 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 كده. طبعا ليه ألوان، ده أزرق، بني، أو مش عارف اسمه شوكولاتة تقريبا، احمر، وده اخف واحد الاحمر، والاخف منه الاخضر، او اقوى واحد من الاقوى يعني الازرق، واقوى منه
الاسود، واقوى من الاسود في لون تقريبا ذهبي بس ده ما بنلاقوش خالص يعني. خلاص هو الاسود ده بيعتبر ان انت وصلت حاجه كويسه في القوه بتاعت ايدك يعني. بس فدي هي دي، مفيش حاجه تانية زياده يعني. الحمد لله كله زي الفل، ونلقاكم. ده وزن. حلو، عاملين حاجات حلوه النهارده ما شاء الله. ده ايه ده؟ انا معرفش بس باين عليه حلو. ولا بطيخه ولا بطيخه ولا الله، بطيخه ولا. نيجي هنا ناخد ايه؟ ناخد شوكه، سكينه، ناخد مناديل، وناخد ميه. لا النهارده مدلعيننا الصراحه، مكرونه ودجاج، واهم حاجه البطيخ. يا سلام، بسم الله الرحمن الرحيم. دول بطيخ، الله حاجه كده مش عايز حاجه تانية، حاجه كده مستمتع. الله الله. السلام عليكم، عاملين ايه؟ احنا دلوقتي في الاسبوع الثالث وباقي اسبوع. بتاعنا اسبوع قلد. قربنا نخلص. طبعا تحديثات الاسبوع ده ايه بقى؟ في مرضى عرب كتير جم. عندك واحد جاي عنده كسر في رجله، طبعا طبيعي ان عنده كسر في رجله واعاده تاهيل. واحد عنده في الرسغ او الريست، مش عارف اقولها ازاي، بس الرسغ تمام، الرسغ بالعربي والريست بالانجليزي. شوف انت بقى عايز تحل ايه. فلا تمام، الموضوع كان كويس. الاسبوع الثالث حلو جميل، لطيف خفيف ظريف، كل الدنيا جميله. ممكن برضو مشكله اللغه هي مشكله الى الان معايا وهتكمل معايا انا عارف لغايه لما يعني هتعلم تركي 100% او حتى مش 100%، يعني لو 70% 60% هيبقى حلو قوي يعني. ولكن يعني سبحان الله برضو الواحد اتعلم حاجات كتيره، وواحده بواحده التركي بيزيد. فكره ان انت لما بتبقى قاعد مع ناس كلهم اتراك تتكلم معاهم اكتر، فبالتالي انت تلقائيا الكلمه دي بتبقى في بالك خلاص، تبقى اوريدي محفوظه. غير لما انت مثلا بتبقى قاعد مع حد بيتكلم عربي ما بتاخدش منه اي كلمه تركي خالص، فبالتالي بتنسى التركي. ولكن لا يعني اكسبيرينس حلوه. الاسبوع الثالث لا يعني شغال في كتير، وعندنا مرضى كتار يعني الصراحه. والاسبوع الجاي في واحد من اللي بياخدوا معايا ستاج مع نفس الدكتور هيمشي، وهيبقى انا لوحدي الا اذا كان حد جه. واتوقع ان المفروض يعني طالما حد بيمشي بيجيبوا حد مكانه من اللي هم الستاج الجداد، فهيبقوا تقريبا يا 2 يا 3 برضه على الدكتور. زي ايه، زي ما انا جيت كنا 3 وبعدين حد مشي، وهكذا وهكذا وهكذا. بس يعني خلينا يعني تحديثات بقى الاسبوع الرابع. اتوقع ان هو مش هيتغير كتير، بس هيكون نوعا ما ايه يعني المجمل هيكون هناك. وكالعاده ايه بقى، اروح اتغدى. يا ما احلى المستشفى وهي هاديه كده، يا سلام. لا في ستاج ولا هم يحزنون ولا في اي حاجه. ونيجي نوقع، ندور على اسمنا بقى اهو، انس. وقع بقى. بسم الله. يا صباح الخير، عاملين ايه؟ الغرفة لما بتبقى هادية مفيهاش حد. اخ السلام عليكم. النهارده قبل اخر يوم والواحد جايب اخره والله العظيم. يا رب مشيها معانا حلاوه يا رب. احنا اصلا عددنا في الغرفه الصغيره دي قرابه ال8 اشخاص، فلما تبقى الدنيا هاديه كده وسكوت خالص بتبقى مريحه للدماغ. يلا، عندنا مريض جاي بدري طازه الساعه 8، الساعه دلوقتي 7:57، يعني 3 دقايق والمفروض يكون جه. المفروض يعني ممكن يجي 8 و10 كده يعني. بس كان التدريب خلص اصلا قبل اخر يوم. انا طبعا زي ما انتم شفتوا انا كنت جايب اخري ولكن اخر يوم كان طبيعي جدا. جيت واديت لهم الاوراق والدكتور وقع لي جزاه الله خير. ثواني
زي ما انتم شايفين وقع لي الحالات اللي انا كنت كاتبها. وانا في الاستاج بتاعي انا محتاج اصلا 5 حالات بس، فانا كتبتهم خلصتهم كله زي الفل والدكتور وقع لي. والى هنا يعني انتهى التدريب. رايي بكل صراحه يعني لو خلينا نقول مثلا اوفر اول، المستشفى طبعا مستشفى كبيره قويه جدا فيها اقسام كتير. اي نعم انا ما كنتش عارف حاجات في البدايه بسبب التركي اللي عندي، ولكن المستشفى تحترم. بس يحط واحد بس، واحد بيعرف يتكلم انجليزي يا مسلمين ما عندهمش واحد بيعرف يتكلم انجليزي او حتى عربي مكسر مفيش مشكله. واصلا الاستاذ بتاعي كان بيعرف يفهم عربي بس مش اللي هو بيتكلمه، كذلك انجليزي. بس هو زي ما تقولوا ان هو من كتر ما بيقولوا مرضى عرب وناس بتتكلم انجليزي وكده ففهم اللغه العربيه وفهم الانجليزي. هو حالته نفس حالتي، انا بفهم تركي وما اعرفش اتكلم، هو بيفهم عربي وانجليزي وما اعرفش يتكلم. فلا تقييمي للمستشفى مستشفى ما شاء الله قويه جدا، يعني ممكن اديها 8 من 10، 8 9 بالظبط. لكن هتستفاد في الحالات هتستفاد، هتاخد خبره هتاخد خبره. يعني اعمل فيها تدريب تاني اعمل فيها تدريب تاني، بس مش قسم الاورثوبيديك، مش قسم العظام. هحاول اروح قسم النيورو او قسم الاعصاب، لان قسم الاعصاب هو اولا كقسم هو قسم واسع جدا وكبير، وفي نفس الوقت قسم حلو. لان انت لما بتتواصل انت مش بس بتتواصل مع المريض وقتها، انت بتتواصل مع المريض واهل المريض، وفي نفس الوقت انت بتكون 100% بوعيك بكلامك بوجودك مع المريض. فدي شيء مميز جدا في النيورو. وانا يعني افضل ان انا امسك حاله يعني كلامي معاه قليل، او انه ماشي تك 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 خلاص السلام عليكم. لا انت بتفضل مع المريض ده وتقعد تحاول معاه مره واثنين وثلاثه وتتكلم معاه وتخليه يوصل للمدى اللي انت عايزه بكل مراحله. فاتمنى انه الفيديو ده يكون فعلا فيه فائده لاي حد عايز ياخد الاكسبيرينس دي في المستشفى دي بالطريقه دي، واني اكون على الاقل باللخبطه دي لخصت المستشفى ولخصت الاوراق ولخصت كل التدريب الفتره اللي انا كنت فيها. وبس ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش بقى الحاجات اللي انا بنساها كل شويه، لايك وشير وسبسكرايب. تابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي، والسلام عليكم.